السلام عليكم متابعينا. تعود المؤثرة أحلام عموري للجزائر بعد مرور سنة على وفاة زوجها، وتوثق صور لزيارتها لقبر زوجها وإخراج صدقة عليه في يوم الجمعة من محطة المسافرين التي توفي فيها، وهي سعيدة جدا بإنجازاتها وفخورة أنها كانت قد المسؤولية، وفي كل مرة تكرر أنها أكملت عدتها على أكمل وجه، وكأنها كانت تلمح لرانيا إسمرالدا التي لم تكمل العدة ولم تستر نفسها ولم تحزن على زوجها، وكانت كثيرا ما تحاول تقليد أحلام عموري وتظهر لنا أنها تعمل من أجله وتضحي وتبكي عليه، وتظهر لنا في ستوريات تبكي وتذرف دموع التماسيح، وتحاول أن توصل معلومة الحزن على أن الحزن في القلب. ولذلك خرجت أحلام عموري لتنتقدها من أجل العدة، قائلة: المرأة الفحلة تكمل عدتها وتستر روحها، وكي تخرج للدنيا ترجع تدير ما درت أنا لزوجي. مش الحب هو ذرف الدموع لكسب المشاهدات. ما رأيكم متابعينا في رد أحلام عموري على رانيا إسمرالدا؟ شكرا لكم متابعينا، نرجو منكم الضغط على زر الإعجاب والمتابعة.